هو يا جماعة عاملين ايه؟ زي ما انتوا عارفين احنا طلبة متخرجين من كلية اعلام، وطبعا عوض خلاص عرفتوا بقى مش هنعيد ونزيد فيها، واللي ورا ده ملايات حاولنا نعملها ومايكات مأجرينها بمصروفنا وليلة كبيرة سعادتك يعني حاجة والله يا جماعة. وحاولنا نتصل بحبيبة يعني كتير بس هي نايمة. هي اصلا مريحة دماغها دايما، فهتتعودوا عليها بقى في باقي الحلقات. بالظبط. احنا بس هنا عشان نسأل سؤال مهم قوي، او شاهد عايز اسال سؤال مهم اتجمعنا عشانه، فعشان كده جبتهم. ليه يا جماعه فيلم ناو يو سي مي شبه واحد من الناس؟ تفتكروا؟ الاتنين عندهم نفس فكرة. لو انتي مثلا اتظلمتي عادي اعملي ارسمي خطتك عشان تكسبي وتنجحي في الاخر. منطقي جدا. هو انت كل حاجه منطقي جدا. انا بعرف اقنعها جدا. لا يا جماعه انا قنوعه دلوقتي برضه هتقنعها. انا قنوعه والله. انا مش فكره قنوعه، انا مش حاسه ان الاثنين شبه بعض، يعني مش شايفه ده. ليه؟ علشان ايه اللي جاب ده؟ عشان انا يعني هشرح إيه لك اللي دلوقتي. انا مايك معاك. سيبيني بقى لو سمحت. دلوقتي واحد من الناس ده واحد كان شغال سكيورتي امن بسيط جدا، ما عندوش اي حاجه، بيحب مراته، عايش حياته، عايز يخلف، مراته عايزه تجيب ستاره للبيت اقصى طموحها، ما فيش حاجه اعلى من كده. تمام. تمام. راح شغال. لا كانت عايزه اجيب شفاط كمان عشان راح شغال عادي في شغله في وقت عمله يعني. لقى جريمه قتل، نزل يشوفها، لقى ان واحد قتل وظابط عايز يخفي على الموضوع عشان ابن كمال ابو العزم راجل كبير في الدوله، فلبسوه فيها في الاخر واتظلم. اللي هو اتظلم تمام. واتظلم مرتين لما كمان مراته ماتت لمجرد انه عايز يشهد شهاده حق. تمام. التانيين شويه سحرة قاعدين مع بعض، لعبه حلوه لذيذه، يلا بينا. ما كانوش يعرفوا بعض، هي اتجمعوا كل واحد بس اتجمعوا، بس تجمعتهم عامه انت كل واحد برضو جاي من باك جراوند مختلف، وكلهم حالتهم برضو المعيشه عامه بتاعتهم صعبه جدا، وبيحاولوا يكسبوا رزقهم يعني من خلال ان هم بيعملوا حيل على الناس. طيب ماشي، بعد ما هم اتجمعوا ليه؟ لا ومين اللي جمعهم؟ فيها فساد برضو. هي شهاده تموت في الفساد. عيب عليك. شهاده تسجنها من الحلقه اللي فاتت وهي عايزه تسجنها. في فساد في الموضوع. مين جمعهم؟ هي انت ظابط جمعهم من الانتربول بقى ولا الاف بي اي والله. لا هو ظابط عامه جمعهم عشان برضو ايه؟ عشان ابوه اتظلم، هو شايف ان ابوه اتظلم، وان هو لما وقع في يعني ابوه اتظلمش، هو شايف ماشي. ابوه اتظلم عشان الراجل اللي هو انا كنت ناسي اسمه الصراحه، مش عارفه اسمه بالشغل. هو ده ما علينا نعمله الراجل. هو كشف الحيل بتاعته تمام، لدرجه ان خلى الراجل عايز ياخد ريسك، عايز يبين للناس حاجه جديده يقدر ان هو يعملها، فنزل حط نفسه في غزنه ونزل البحر وغرق. يعني انتوا عايزين تقولوا ان هما الاثنين حتى لو فكره انتقامهم مختلفه، بس الاثنين يعني اختاروا طرق غير قانونيه، بس كل واحد بطريقته. وعلى فكره انتقامهم مش مختلفه، ده استخدم عقله ودول استخدموا الحيل اللي فيها عقل برضه. ما بيضحكوا على عقول الناس، هو مش حقيقيه. وفي واحد بيفضل يقعد كده في التلفزيون عامل برنامج اللي انا مش فاكره اسمه، انا وهي ده عامل برنامج مخصوص عشان يكشف حيلهم، يكشف السحر عامه، حيل السحر. ده في الفيلم. ايوه اصلا بقى طيب. ماشي. لا اله الا الله. وبتتكلم بس والله فاكراه يا جماعه، وفاكره شويه حاجات منه والله العظيم، فاكراه كله. ماشي، بس الاثنين في الاول في الاخر استخدموا حيل، صح. ايوه استخدموا ذكاء، صح. وده خلاهم يلفوا حوالين نفسهم على فكره. صح. محمود في واحد من الناس فضل يموت ده على ده وما موتهمش كده يعني، بس موت دماغهم بصراحه، بهدلهم فشخ. ايوه صح. ما هي بهدلهم ايه؟ نسيت. كات يا ابني تاني. نسيت بصراحه. كات يا ابني بقى حاجه صعبه. ايوه انا فاهمه، هم يعني انا فهمت فعلا وجهه نظرهم. ممكن فعلا يبقى كده، هي بغض النظر حتى لو الطريقه مختلفه، بس الاهداف مش الهدف الاثنين بيرجعوا حقوق الناس. يعني انت لو شفتي مثلا بيعملوا عروض لايف قدام الناس وهوبا بينا ننزل الفلوس على الناس يعني صح. في بنك ولا مش عارفه شركه ما رضتش تدي الفلوس دي كمان ظلمت الناس اصلا اللي كانوا بيختاروها، راحوا هم عملوا ايه بالظبط، يعني مش حاجه عشوائيه، ده كانت قاصدين وعارفين بيحددوا ازاي وبيعملوا ايه، وفي الاول وفي الاخر زي ما قلت لك اللي وراهم ده كله. طب انا عندي سؤال، يعني مثلا دول كانوا بيبينوا قدرات او مهارات خاصه. كريم عبد العزيز او اللي هو كان بيعمل شخصيه محمود، هو كان بيهرب من فساد اوريدي، هو كان بيهرب من ناس عايزه تاذيه، بس بيرجع حقوق الناس. سليمان عيد اللي هو راجل غلبان جدا،
اتسجن عشان اقتنع بكلامهم ان هو هيساعد امه وهيجيب لها فلوس وهيروح يشتري الارض والكلام اللي اتقال ده. على فكره طيب مش ده برضو، حقه ضاع وفي الاخر عدموه؟ مش هو اللي انتحر؟ من وجهه نظرها برضو ومن وجهه نظرك برضو، طب ما هم في الحالتين هم كانوا برضو الناس عايزه يعني اسمهم ايه ده، الانتربول وكده، كانوا عايزين يأذوهم وعايزين يمسكوهم، بالظبط. شايفين ان هم عاملين جريمه، مع ان أنا هم اقتنعت من والله. ناحيتهم هم في عداله في الموضوع. انا أصلاً بالنسبه لي للناس. البطل هنا محمود والبطل هنا دانيال، الاثنين نفس الفكره. ده عشان يرجع ابوه حق ابوه، والتاني عشان يرجع حق الناس اللي اتظلمت وحقه هو شخصيا وحق وحق مراته وحق ابنه. انا اتلخبطت. هتخانق بقى والله بقى انا فعلا يعني انا فعلا مقتنعه، حتى فعلا لو هم اهدافهم مختلفه او طريقه تفكيرهم ما تقوليش مختلفة. اهدافهم مختلفه معاك. مش قصدي طريقه اهدافهم مختلفه، ده بينتقم لحاجه وده بينتقم لحاجه، ما هم اكيد بس مش الاثنين نفس الطريقه، نفس الاثنين الطريقه بيستخدموا عقلهم علشان صح. والاثنين عشان الظلم وعشان هدفهم الفساد بالظبط هدفهم وليلة واحد. كبيرة. ايوه صح هدفهم واحد، بس الطرق كل واحد بيعملها من وجهه نظره هو. بالظبط. ايه ده، انا اقنعتها بسرعه جدا. لو حبيبه كانت هنا كان كانت عرضتها لأن هي نايمة. مليون. الحمد لله ان هي نايمه وما الموضوع تصحاش، ماشي ويا رب ما بسلاسة تصحاش جداً كل بصراحة. مره. بس يعني هو انا عشان انتقم من حد او اخد حقي من حد قريت عليها. لازم لا بجد لازم اعمل خطه عشان انتقم، والله ده عليه اليها ان ربنا ياخدهم كلهم. لا انت بصي. من الواضح اصلا انك عايزه تدعي يا مش فيلم بقى وليله يعني انا مش فاهمه. غلبانه. هتقول لك انا غلبانه وليا وبتاع بصي هي عامة من وجهة نظرهم هي مش حكاية انتقام او ان انا مثلا عايزة اللي هو بقى حق عدالة وبتاع مش عارفة، هي بس عشان يعني بغض النظر عن القصة، هي يعني انت بتاخدي حقك. مش ناخد بالنا بقى ونقوم نشوف كل واحدة تدخل المطبخ تشوف امها بتعمل ايه بدل المسخرة اللي انتوا قاعدين بتعملوها دي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله بقى. يعني انا اشتغل مش فصلني. عاجب، ادرس مش عاجب، بقى فصلني. ما اعملش حاجه مش عاجب. ما عادش انا مش فاهمه يعني انا حد يقوم بقى يشوف امه. اولا انا عشان اتخرجت فلازم اشتغل، لازم اغسل مواعين واغسل غسيل واطبق غسيل وامسح واكنس. لا والله ما ينفع، طيب هو في ايه؟ والله العظيم ما بيحصل فعلا. يعني هتكملوا الحلقة؟ ايوه يا ريت بس. الله اعصابك يا حاجة. شفتي بقى ما تقوليش يعني خلاص معلش يا جماعة، بس يعني حاجة مخنوقة صعبة يعني عندها والله. كبت بنحاول نطلعها. شوفي طب يا جماعه في حاجه فعلا، يعني انا دلوقتي شايفه ان هما الاثنين انتقموا. هل الانتقام ده فعلا حقق العدل، ولا انا اتبسطت عشان محمود خد اقنعها حقه انا بقى. وعشان يعني انا خلاص اسيب لك كده. يعني عشان انا شايفه ان انا اتبسطت ان محمود خد حقه، بس هل ده صح؟ بس ده من ورا القانون. ميك سنس يعني. بحب اي حاجة ورا القانون خراب. لا بصي اقول لك على عيشة حاجه، ورا القانون. هتسجلنا زي حبيبه. هم هيموتوا بكمل كانوا دورها مش دلوقتي. طيب بصي انا وجهه نظري، يعني خلينا كل واحد يقول وجهه نظره. انا وجهه نظري انا كدنيا شايفه ان ده عدل جدا 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 جدا، عشان هو فعلا اتظلم. انا مع ان لو حد او مش مع قوي يعني عشان نسمع مش حاجه، بس انا شايفه ان هو اتظلم ظلم بجد حقيقي، فانا من حقي ان اخد حقي باي طريقه ممكنه زي ما هم اذوني بكل الطرق الممكنه حتى لو هي مش قانونيه. منطقي جدا. يعني انا شايفه انه اكيد هو مش صح، عشان مش قصدي الناس معنى كده الناس تعمل حاجه من ورا القانون، لا خالص اطلاقا اطلاقا. بس لو نتكلم في كيس محمود فهو ظلم مش طبيعي، يعني ربنا حتى ما رضاهوش. خلاص الدنيا عايزه معلش يا جماعه قولي يا بنتي وجهه نظرك، ما بحبوش ده كل شيبس. كل شيء. بما ان احنا عرفنا الحمد لله نقنع دنيا زي ما كنا بنعمل حبيبه، ان شاء الله نكون برضو عرفنا نقنعكم. ودي يا جماعه كانت وجهه نظرنا، ممكن تتفقوا او تختلفوا معاها، ده بس حاجه احنا اقتنعنا بيها وحبينا نطلع نقول وجهه نظرنا السينمائيه يا جماعه، عشان احنا مش متعلمين ببلاش، احنا مش 4 سنين، احنا احنا دارسين مش 4 سنين بندرس بس مكلفين عشان ما نطلعش نقول وجهه نظرنا، لا احنا نقول وجهه نظرنا معلش بقى عواطليه بقى وبيحبوا ما ورناش حاجه قاعدين. وفي نهايه الحلقه نحب نقول لكم لايك وشير وسبسكرايب لو ما لقيتونيش تاني اعرفوا بسبب الحركه اللي بتعملها دي. كبسوا